أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق يوم الاثنين أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء متوافقاً مع أغلب المسائل 17 التي تم عرضها للنظر الشرعي في إطار مراجعة مدونة الأسرة. وأوضح التوفيق خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء والمخصصة لموضوع مراجعة مدونة الأسرة أنه بعد أن أحال أمير المؤمنين وفق قراره الحكيم 17 مسألة للنظر الشرعي، أبدى المجلس العلمي الأعلى رأياً متطابقاً مع معظمها، مشيراً إلى إمكان توافق البعض الآخر مع مقتضيات الشريعة، مع التأكيد على أن 3 من هذه المسائل تتعلق بنصوص قطعية لا تقبل الاجتهاد، وهي استعمال الخبرة الجينية لإثبات النسب، إلغاء قاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم. كما أشار الوزير بصفته عضواً في المجلس العلمي الأعلى إلى موافقة المجلس الشرعي على بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، مثل إمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين، في حال تعذر ذلك تخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها، اعتبار العمل المنزلي للزوجة مساهمة في تنمية الأموال المشتركة، وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد، حماية بيت الزوجية من الدخول في التركة، إعطاء الأولوية لديون الزوجين المشتركة، وبقاء حضانة المطلقة لأولادها رغم زواجها. وأضاف أن العلماء فوضوا للملك النظر في تلك الآراء استناداً إلى المصلحة باعتبارها المقصد الأسمى للدين، مؤكدين ثقتهم في حكمة الملك وبصيرته التي تميز الإمامة العظمى، وحرصه على التوفيق بين الحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية وتحقيق المزيد من الكرامة والعدالة لرعاياه، بما يتماشى مع التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي. وفي هذا السياق أعربوا التوفيق عن اعتزاز أعضاء المجلس العلمي الأعلى بتكليف الملك لهم بدراسة المقترحات الشرعية المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، مؤكداً حرصه على إشراك العلماء في القرارات التي تعزز حفظ الثوابت الدينية ومكانة إمارة المؤمنين.